هل بقى الفيتامينز والمينرالز وهي موجوده لوحدها باشكال منفصله، ده قرص حديد وده قرص كالسيوم وده قرص مغنيسيوم، هيتعارضوا فعلا مع بعض ولا لا؟ تعالوا نستكمل كلامنا من الحلقه اللي فاتت، واحنا قلنا ان لو موجودين عندنا بالسولتس او بالشكل القديم اللي هو المتعارف عليه قبل كده، فرس سلفيت، فرس فوماريت، المغنيسيوم موجود از مغنيسيوم اوكسايد، مغنيسيوم سلفيت، كل ما بيكون بالشكل العادي ده اقول لك 100% هيتعارضوا مع بعض، عشان في الاخر خالص هيحصل لهم عمليه امتصاص عن طريق نفس الاتوبيس، نفس الطريقه، نفس الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر اللي يدخلها عندي للدم. انما احنا دلوقتي بقى عندنا اشكال مختلفه، يعني الشكل الشهير واللي موجود واللي اتبنى عليه حتى الفوارق بين انواع المغنيسيوم وبعضها، وده يبقى ليه حلقه لوحدها، هو ارتباط المينرالز بالامينو اسيدز، بالاحماض الامينيه. هنا بقى الامتصاص ملوش دعوه خالص بالاتوبيس اللي بنحكي عليه، الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر ده بيكون امتصاص النهارده عن طريق الاتوبيسات بتاعه النقل الخاصه بالاحماض الامينيه، ودي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى عاملها الكاباسيتي او القدره الاستيعابيه بتاعتها كبيره جدا، لان انت لو بتاكل لحمه، اللحمه دي هتتحلل لاحماض امينيه وتخش الاحماض الامينيه دي للدم. فالميزه هنا ان احنا لما ربطنا المينرالز از جلايسينيت او بيز جلايسينيت، ماليت، ثريونيت، كل الاشكال دي اشكال لاحماض امينيه بتخلي الامتصاص عندنا عالي جدا. فرص التداخل بقى ما بين المينرالز وبعضها بتكون اقل ما يكون في الشكل ده، وعشان كده في عندنا بعض المكملات فيها المعادن بكميات كبيره اعلى من احتياجنا اليومي وما بتتعارضش مع بعضها عشان مربوطه بالاحماض الامينيه. وافتكر دايما ان صحتك اهم.